السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيلوا معي منتخبان يقدمان مستويات مبهرة في كأس العالم 2026. منتخب المغرب الذي خطف أنظار العالم بأدائه القوي، ومنتخب هولندا الذي عاد بقوة ليؤكد أنه أحد كبار أوروبا. لكن السؤال الذي يشغل الجميع هو: من المنتخب الأقوى؟ وهل يستطيع أسد الأطلس إسقاط الطواحين الهولندية والتأهل إلى الدور القادم؟ في هذا الفيديو سنحلل كل شيء بالأرقام، ونقارن بين المنتخبين، ونكشف من يملك الأفضلية قبل صافرة البداية. لا تفوتوا هذا الفيديو حتى النهاية. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على القناة. المواجهة بين المغرب وهولندا تعتبر واحدة من أقوى مباريات دور ال38 في كأس العالم 2026. مباراة تجمع منتخبين يملكان الجودة والنجوم والطموح للوصول بعيدا في البطولة. لنبدأ أولا بالمنتخب المغربي. أسود الأطلس قدموا بطولة رائعة حتى الآن، وأثبتوا مرة أخرى أنهم من بين أفضل منتخبات العالم. المنتخب المغربي يمتاز بدفاع صلب ومنظم، وسرعة كبيرة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، إضافة إلى الروح القتالية التي لا تتوقف حتى صافرة النهاية. وجود نجوم مثل أشرف حكيمي وإسماعيل الصباري يمنح المنتخب المغربي قوة كبيرة، خاصة بعد الأداء المميز في دور المجموعات، حيث حقق نتائج رائعة وأكد أنه قادر على منافسة أقوى المنتخبات. أما منتخب هولندا فهو يدخل المباراة بثقة كبيرة أيضا. الطواحين الهولندية تمتلك عناصر مميزة، وتعتمد على الاستحواذ واللعب الجماعي والهجوم السريع، وقد سجلت عددا كبيرا من الأهداف في البطولة، مما يجعلها من أخطر المنتخبات هجوميا. مقارنة بين المنتخبين: الدفاع: المغرب يمتلك دفاعا منظما للغاية ويصعب اختراقه، بينما يملك المنتخب الهولندي دفاعا جيدا لكنه ارتكب بعض الأخطاء في البطولة. وسط الميدان: التقارب كبير بين المنتخبين، لكن المغرب يمتاز بالحماس والضغط القوي على المنافس. الهجوم: هولندا تملك قوة هجومية كبيرة، بينما يعتمد المغرب على السرعة والمرتدات واستغلال المساحات. الروح القتالية: أفضلية واضحة للمغرب، الذي يقاتل على كل كرة حتى آخر دقيقة. من الأقوى؟ إذا ظهر المغرب بنفس الانضباط الدفاعي واستغل الفرص أمام المرمى، فإنه يملك كل الإمكانيات لتحقيق الفوز وإقصاء هولندا. أما إذا نجحت هولندا في فرض أسلوبها والاستحواذ على الكرة والسيطرة على وسط الملعب، فقد تقترب من تحقيق الانتصار. لذلك تبدو المباراة متكافئة للغاية، وقد تحسمها تفاصيل صغيرة أو لحظة إبداع من أحد النجوم. الخاتمة: والآن جاء دوركم. من تتوقع أن يفوز؟ المغرب أم هولندا؟ اكتب توقعك في التعليقات. وإذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد عن كأس العالم 2026. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.